اول حاجه في البريزنت كونتينوس عايز اخدها اليوسج، وكلمه يوسج يعني الاستخدام. ده مضارع مستمر استخدامه، وده مضارع بسيط استخدامه يعني زي ما انا كنت بقول لك، ده قلم انا بكتب بيه، ده قميص بلبسه عشان اخرج بيه، ده مايك مخبيه عشان ما يبانش في الكاميرا. ايوه. فانا عايز اعرف بقى المضارع المستمر ده استخدامه، يعني ايه الموقف اللي يحصل فاستخدم فيه مضارع مستمر، وايه الموقف اللي يحصل فاستخدم فيه مضارع بسيط. بص يا سيدي، المضارع المستمر يعبر عن شيء يحدث الان at the moment. مستر كريم is recording now، انا دلوقتي بسجل دلوقتي. طب انا مثلا متعود ان انا مثبت يوم في الاسبوع اسجل فيه، فده يبقى بريزنت سيمبل، عاده. يبقى الحاجه بالنسبه لي لو هي عاده بتتكرر كل يوم كل اسبوع كل شهر كل سنه، فده اسمه بريزنت سيمبل. اما لو حاجه بتحصل at the moment في اللحظه دي، فده يبقى مضارع مستمر. او المضارع المستمر يعبر عن مستقبل مخطط له، حاجه انت هتعملها في وقت معين في المستقبل ومرتب لها. يعني ازاي؟ مثلا انا عندي درس مع مستر كريم من الثلاث الاربع، فالنهارده الاثنين، فانا قاعد بقى عمال بقول ايه مستر الرخم اللي بيدينا كل حصه امتحان ده، انا هقعد اذاكر له الكلمات. فانت مجهز ومرتب لمذاكرتك ان انت جاي يوم الاربع يطلع عينك في الحصه اكيد طبعا. اما المضارع البسيط بيعبر عن عاده او حقائق او مواعيد ثابته، ليه ثلاث استخدامات. واحد عاده، حاجه متعود تعملها. حاجات حقائق فاكت، يعني ايه فاكت؟ يعني الشمس تشرب، لو جبت تلج في مكان حر هتسيح. والمواعيد الثابته المواعيد اللي هي حاجات ثوابت بقى مفيش فيها تغيير، ميعاد قطر، ميعاد طياره، ميعاد فيلم وهكذا. يبقى لما حد يجي يسالك ده بيستخدم في ايه؟ يعبر عن شيء يحدث الان او مستقبل مخطط له، يعني استخدامين. طب هنا بيستخدم في كام استخدام؟ ثلاثه، عاده وحقيقه ومواعيد ثابته. فانا كده فهمت اول حاجه من الخمس نقاط اللي اتفقنا عليهم. طيب تعالى بقى نتكلم على الفورم اللي هو التكوين. شكله هنا عامل ازاي وشكله هنا عامل ازاي، اكتبه هنا ازاي واكتبه هنا ازاي. المضارع المستمر خليك كده دايما فاهم الحته دي، ما تلخبطش نفسك ابدا. اول لما تسمع كلمه مستمر في اي زمن حط للفعل ING. مضارع مستمر، ماضي مستمر، مستقبل مستمر، مستقبل تام مستمر. any tense we have continuous you plus verb plus ing، حط له ing على طول. فالمضارع المستمر بعيد عن اي استثناء بياخد ing. ادي اول ملحوظه. الملحوظه الثانيه، دايما الازمنه المستمره بتكون سيمبل، سهله قوي، لان ما فيهاش افعال الريجولار وما فيهاش اي استثناءات. طيب المضارع المستمر بيتكون من ام واز وار وفعل اخره ing. هو انت ليه علقت على دي قوي يا مستر كريم؟ عشان هحتاجها كمان شويه وخليك فاكر معايا. طيب المضارع المستمر بيتكون من ام واز وار وبنزود الفعل ing زي ما قلت لك. طيب الام اختصارها ابوستروف ام، والاز اختصارها ابوستروف اس، والار اختصارها ابوستروف ار اي، ونحط اي ان جي. تعال ناخد مثال. المثال الاول بيقول لي هنا زي ار، ادي ار اهي، وممكن اكتبها ار كده عادي. واتشنج تي في اهو، اي ان جي اهو، زي خدت ار، وهي ادي از الثلاثه جايه مختصره، وادي سويمنج. تيجي تقول لي بقى انت ليه حطيت الام مرتين؟ يعني ليه ضعفت حرف الام؟ اقول لك يا عم، لو جالك اخر حرف في اي فعل حرف ساكن وقبله حرف متحرك، اخر الفعل حرف ساكن وقبله حرف متحرك. طب ايه الحروف المتحركه يا مستر كريم؟ الاي والاي والاو واليو والاي. لو قابلت واحد من الخمس حروف دول وجه هنا حرف ساكن بعده ضعف الحرف الساكن، زي سويم، الام ساكنه والاي متحرك فبقت اسمها هي از سويمنج ان بول. طيب ادي اي ام، ايه ده بقى؟ لو اي فعل انتهى بحرف الاي شيله وحط اي ان جي، زي كلمه يوز بقت اي ام يوزنج ماي فون. يبقى خلي بالك من تضعيف الحرف وشيل حرف الاي. طيب كده انت خدت هنا التكوين بتاع ده. طب تكوين المضارع البسيط بقى بيتكون من ايه؟ بيتكون من الضمير اي او وي او يو او زي او اي اسم جنب بنحط معاهم الفعل في المصدر. طب يعني ايه فعل في المصدر؟ اصل الفعل بدون اضافات. يعني معالي حضرتك الحرف ده اسمه ايه؟ اس، ممنوع تحطه. الحرف ده اسمه ايه؟ اي دي، ما ينفعش تحطه. الحرف ده اسمه ايه؟ اي ان جي. طول ما الفعل مش اخره ولا اس، يعني مش اخره الحرف ده ولا الحرف اللي هو اي دي ولا اي ان جي، 1 2 3، طول ما مش اخره الثلاث نهايات دول يبقى اسمه انفينيتيف، يعني في المصدر ويجي مع الاي واليو والزي، ده في المضارع البسيط اللي هو بتاع العاده والحقائق. طب مع الهي والشي والات بنزود للفعل اس او اي اس او اي اي اس او اس مفرد. يعني انا هنا لما قلت هنا زي ار واتشنج تي في، هنا بص خليتها اسمها ايه؟ زي واتش، حطيت فعل في المصدر على طول. طب انا مثلا كتبت هي از سويمنج، كنت لو هنا كنت اقول هي سويمز احط للفعل اس، او هي رانز، بص حطيت للفعل هنا المره دي اس. ليه؟ عشان ده مفرد. يبقى حضرتك عايز حاجه بتحصل دلوقتي ام از ار فيرب اي ان جي، حاجه متعود تعملها مصدر او اس. انا عايز اقول دلوقتي انا بتكلم حالا، ام توكينج، انا بتكلم حالا. طب انا بقى متعود اتكلم على طول، اي توك، اي فعل في المصدر، اي ام فيرب اي ان جي، حاجه بتحصل دلوقتي حالا. حلو يا عم. ننزل على المرحله رقم 3 وهي اسمها النيجاتيف اللي هو النفي. النفي هنا في المضارع المستمر سهل جدا. انت كل اللي مطلوب منك تعمله انك هتجيب ام واز وار وتحط لهم كلمه نوت، ام واز وار وتحط لهم
بعدهم كلمه دونت، يبقى amn't isn't aren't وبرده الفعل زي ما هو ان. بص كده they aren't watching TV he isn't swimming in pool I am using my phone. بس في ملحوظه صغيره كده عايز اقولها اللي هي ايه؟ هو الام اختصارها ابوستروف ام والاس اختصارها ابوستروف اس والنوت اختصارها ان ابوستروف تي. حضرتك يا اما وانت بتحل مثلا كلمه ايام يكتب ايام كده وانفي نوت، اختصر نوت اسف، يختصر ايام واسيب نوت زي ما هي. ممنوع تعمل اختصارين في جمله واحده، دي صح ودي صح، ما ينفعش تعمل اختصارين في جمله واحده، ما تنساش دي، ده النفي. يبقى المضارع المستمر حط للام والاس والار كلمه نوت، كتر خيرك مش هقول اكتر من كده. يبقى امنت ازنت ارنت. طب المضارع البسيط لا ده قصه بقى، لان المضارع البسيط ليه 3 طرق للنفي. المضارع البسيط ليه 3 طرق للنفي ولازم تحفظهم زي ما انا هقولهم لك كده. قول ورايا دونت ودازنت والمصدر. يبقى انا لما اشوف كلمه دونت او كلمه دازنت بحط الفعل في المصدر. امنت وازنت وارنت اسم وصفه. طبعا انت اول لما سمعت امنت وازنت وارنت تنحت لان هم هنا. اقول لك لا، بص كده على اصبعي هنا وبص على اصبعي هنا اهو. انا هنا ام واز وار جه بعدهم اي ان جي، هنا ام واز وار جه بعدهم اسم وصفه. يعني ايه اسم؟ علي، احمد، مصر، الشارع، اي نون عقل او غير عقل. الصفه سعيد، حزين، متاخر، هابي، ليت، ريدي، اللي انت عاوزه. يبقى لو جه اسم وصفه بعد ام واز وار مضارع بسيط، جه بعد ام واز وار بقى ان جي يبقى مضارع مستمر. معايا يا عم؟ طيب بص كده الجمله دي كده، يبقى انا كده عندي دونت ودازنت والمصدر. دونت اللي بتيجي مع الاي والبي والهي والزي، ودازنت بتيجي مع الهي والشيت. اهم حاجه ان يكون بعدهم الفعل في المصدر. وانا لسه قايل لك يعني ايه فعل في المصدر، يعني اصل الفعل بدون اضافات. طيب نيفر على حسب الفعل اللي قبلها بيجي الفعل اللي بعدها. يعني نيفر لو جه قبلها اي او وي او يو او زي بنحط الفعل في المصدر زي ما هو. اما لو جه قبلها هي او شي او اس فاحنا بنزود الفعل اس. يبقى المضارع البسيط دونت ودازنت والمصدر، امنت وازنت وارنت اسم وصفه، نيفر مصدر اس. اما المضارع المستمر ام او از او ار نوت فيرب ان جي. هو ده الترتيب اللي كنت بقول لك عليه في اول الحصه. طيب تعالى اوضح لك بقى الثلاث انواع نفي دول باكزامبل هناك اهو. طيب اول مثال فوق بيقول لك ادم نقط واتش تي في. لما نيجي ننفي دايما بص على الكلمه اللي بعد النقط. ازاي يعني؟ انا بعد النقط هنا لقيت كلمه واتش، ركز كده. واتش ده فعل فين؟ في المصدر، لان ولا اخره اس ولا اخره اي دي ولا اخره اي ان جي. طيب ما دام فعل في المصدر يبقى انا محتاج من القسم الاولاني دونت او دازنت. طب ادم ده مفرد يعني دازنت، يبقى انا هاجي هنا كده وهنفي باول مثال وهقول دازنت. يبقى ادم دازنت واتش. المثال رقم 2 ادم واتشز. ركز كده واتشز فعل اخره ايه؟ اس. بما ان الفعل اخره اس فانت لما تيجي تنفي مع المفرد هتحط كلمه نيفر. يبقى ادم نيفر واتشز. طب مثال رقم 3 ادم ready today. What's meaning of ready؟ ready يعني مستعد، دي adjective، دي صفه. بما ان هي صفه فاحنا ساعتها هنستخدم امنت وازنت وارنت. واوعى تنسى امنت وازنت وارنت اسم وصفه يبقى مضارع بسيط. امنت وازنت وارنت فعل اخره ان جي يبقى مضارع مستمر. فانت تيجي هنا تحط هنا كلمه ازن. يبقى انا عايز اقول لك ايه بس في المثال ده؟ ادي 1 2 3. مره ادم خد دازنت، مره ادم خد نيفر، مره ادم خد ازنت على حسب اللي بعد الجمله. حلو جدا. يبقى انا كده خلصت 3 حاجات من هنا و3 حاجات من هنا. طيب تعالى بقى ننزل نشوف الكي ووردز، الكلمات الداله رقم 4 اهي. ايه بقى الكلمات الداله اللي هنا وايه لازمه الكلمات الداله اللي هنا؟ تعالى يا عم اقول لك. الكلمات الداله دي عباره عن ايه؟ شويه كلمات هي لو جت في الجمله هتوضح لك انت محتاج تشتغل على الزمن ده ولا الزمن ده. يعني هي عباره عن علامات دلاليه هتيجي في الجمله. يعني مثلا لما اقول لك علي نقط بول ناو، وجود كلمه ناو اهي يبقى ده مضارع مستمر. يبقى انت لازم تقول is playing. طب علي اوفن نقط بول، لا هنا في اوفن اللي هي من الكلمات دي. يبقى علي اوفن بلايز. يبقى اللي حدد هنا بلايز او اللي حد هنا از بلاينج الكيوردز. فده معناه ان انا مطلوب احفظ الكلمات دي واحفظ الكلمات دي. طب تعالى نقرا كل الكلمات اللي كنسل لوحدها. بتوع البريزنت كونتينوس قول ورايا كده. ناو، لوك، listen, at the moment, at present, look out, watch out، وفي be careful، take care. طيب كلمة this يجي بعدها أي فترة زمنية. this day، this week، this year، this month، أي حاجة من دي يبقى ده كي ووردز تبع المضارع المستمر. الكلمات دي دايما يا بتيجي في أول الجملة يا في آخر الجملة. اتفقنا يا عم؟ اركن دي على جنب. تعالى بقى للكي ووردز بتاعت البريزنت سيمبل. هم 6 كلمات أشهرهم always أو always، often، usually، sometimes، hardly ever، never. الكلمات دي يا عم ليها هنا بقى مختلفة عن هنا باستثناء شوية. ايه بقى؟
الكلمات اللي زي ما انا قلت لك يا بتيجي في الاول يا في الاخر وشكرا على كده، ولكن هنا ليها اكتر من دور. ممكن تيجي سؤالها كمكانها في الجمله، فمكان الكلمه الداله هنا كنا بنغنيها لو انتوا فاكرين، الكلمه الداله الكلمه الثانيه او الثالثه بعد ام واز وار ووز وير. يعني انا كفاعل مثلا مستر كريم، انا جيت فاعل يبقى الكيوردز تيجي بعد مني انا كده على طول. مستر كريم sometimes، مستر كريم often جاب بعدي على طول. طب انا جبت بقى مستر كريم واحمد وابراهيم وعلي كل دول برضه اسمهم سبجكت تيجي بعدهم على طول. طب جبت بقى ام او از اور لازم تيجي بعد ام واز اور هي. يعني مستر كريم is often ready، مستر كريم is never late، وهكذا. يبقى الكلمه دي الثانيه يا الثالثه. بس عليها بكلمه اسمها how often بمعنى كم مره وعدد المرات. يبقى الكلمات دي ممكن تيجي ككلمات توضح ان انا في البريزنت سيمبل، ممكن تيجي كمكانها خلي بالك ان هي الثانيه ولا الثالثه، ممكن تيجي بحيث السؤال بتاع اللي هو how often. يبقى انا هنا now look at the moment، هنا usually often sometimes. طيب اخر حاجه عايزك تعرفها بقى ان الكلمات دي ليها نسب. مش احنا كنا بنتكلم درس بيعبر عن العاده، فكل كلمه من دول ليها نسبه في العاده. يعني لما اقول لك all students never go to school on Friday، يعني كل الطلاب بتروح بنسبة 0% المدرسة يوم الجمعة. حلو كده؟ دي نسب تكرار. أقول لك مثلا all students always play every time، الأطفال بيحبوا يلعبوا طول الوقت. طيب تعالى بقى لآخر نقطة عشان نبقى ختمنا بيها كده بقى، والكويتشن، ودي بالنسبة لي أهم نقطة عايزك تركز عليها. ليه بقى؟ عشان دايما بنتلخبط. بص يا عم، يا رب تركز في المثال ده كده والنبي اوعى تنساه. اعتبر ان انا الفاعل، هنا بيجي قبل فعل مساعد وهنا بيجي بعد فعل اساسي. وانا عامل كده زي ايه؟ زي اللي هم القدماء المصريون. خلي بالك بقى ما تنساش بقى، هنا فعل مساعد وهنا فعل اساسي. ما تتريقش يا كلب، خليك معايا. هنا فعل مساعد وهنا فعل اساسي. دايما الفعل المساعد بيأثر على الفعل الاساسي. تاني، الفعل المساعد هو اللي بيأثر على الفعل الاساسي. فانا عايز اعمل ايه؟ الاقي هنا كلمه دو او داز، وكمان لما ناخد ضد الناحيه دي تاكد ان بعد ما تعدي على الفعل تبص هنا تلاقي فعل في المصدر. لقيت هنا ام او از او ار، يبقى انا هنا عندي حاجه من اتنين، يا فعل في يا فعل اي ان جي يا اسم وصفه. تاني، دو داز وديد معاهم مصدر، ام او از او ار ليهم حالتين هنا، اي ان جي عشان يبقى مضارع مستمر، اسم وصفه يبقى مضارع بسيط. بص كده بقى اهو، دو داز معاهم الفعل في المصدر، ام او از او ار معاهم اسم وصفه. بص الناحيه دي ام او از او ار معاهم اي ان جي. يعني بص انا كده ركز بالنبي عشان هي دي بجد تهمني. ادي ار صح؟ انسى الفاعل ده اللي مالكش دعوه بيه، مش ده ار؟ يبقى معنى كده ان سيبك من اليو اللي بعد يو، اللي هيجي هنا كده يا كان هيبقى اسم وصفه يا هيبقى اي ان جي. لو اسم وصفه يبقى تبع الزمن ده، لو اي ان جي يبقى تبع الزمن. طبعا احنا عشان تبع مضارع مستمر فقال لك ار يو بلاينج، واوعى تنسى ان ار يو في الاجابه ار يو في السؤال تحول في الاجابه الى اي ام. وممكن السؤال يبقى وير ار يو بلاينج بول، فرد اقول له اي ام بلاينج بول ان كلاب، لان وير معناها اين. حلو يا عم. بص الناحيه دي بقى هنا بقى وركز، ادي الضمير يو وادي الضمير يو. المفروض ان يو هنا ممكن يو تاخد دو وممكن يو تاخد ار. يعني انا ممكن احط هنا كده ار او احط دو في الحالتين صح؟ اشمعنى؟ لان حضرتك اهو ادي هنا يو بتاخد دو ويو بتاخد ار. الفرق بين الجملتين هنا اللي على حسب اللي بعد الفاعل. يعني انا هنا بعد الفاعل لقيت كلمه ريدي مستعد، بما ان لقيت كلمه مستعد صفه يبقى انا محتاج ار. طب هي دي مضارع بس ولا مستمر؟ ار مع اسم وصفه تبقى بسيط، اما ار مع ان جي تبقى مستمر. فدي ار مع اسم وصفه تبقى بسيط. تمام. طيب يو هنا بقى جاي بعدها فعل في المصدر، بما ان جه بعدها فعل في المصدر يبقى هنحط هنا مين بقى؟ دو، لان دو وداس وديد بيجي بعدهم فعل في المصدر. بص يا سيدي كده احنا خلصنا بارت 1 في الريفيجن بتاع